بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وسلاما يليقان بمقام إمام الأنبياء وأمير المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أحبائي في الله، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ضمن سلسلتنا الحبيبة نمشي وراه كأننا نراه. من هنا مر وهنا صلى وفي أي دار حل. نعم، اليوم بإذن الله تعالى مع دار مباركة، دار شرفها المولى عز وجل على باقي ديار مكة. نعم، إنها دار أم هانئ. سوف نتحدث بإذن الله تعالى من هي أم هانئ، وماذا تقرب للنبي صلى الله عليه وسلم، وما هي قصة هذه الدار التي هي خلفي. انظروا إلى هذا العمود أحبائي في الله الذي هو خلفي، وهو داخل الدار، دار أم هانئ. الآن هو مسمى بعمود أم هانئ. سوف نتحدث بإذن الله تعالى ما قصة هذه الدار مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونقولها بعد بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذه الآية أحبائي في الله لها قصة عظيمة من هذا الموضع الذي نحن متواجدون فيه بإذن الله تعالى، مختلف عن باقي ألوان الأعمدة التي في المسجد الحرام. نعم، هذا العمود يسمى بعمود أم هانئ. هذه دار أم هانئ. هنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من هذا المكان أسري به. نعم، من هذه الدار وقعت حادثة الإسراء والمعراج قبل الهجرة بسنة وعدة أشهر، وتصدر الإشارة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نائما في تلك الليلة في بيت أم هانئ، فحيث دخل عليه جبريل عليه السلام من سقف هذا المنزل التي ترونه خلف هذا العمود أحبائي في الله، فأيقظه ثم ذهب به مباشرة إلى الكعبة المشرفة. قيل أنه طاف وصلى ركعتين ثم ركب به البراق وأسري به إلى المسجد الأقصى. أحبائي في الله، حادثة الإسراء والمعراج جاءت لغرضين، أولهما مواساة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب الهم والحزن وكسر لخاطره في رحلة الطائف، وثانيا الغرض الثاني هو إطلاعه على الملأ الأعلى ومستقبل الدعوة الإسلامية. وعندما عاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من رحلة الإسراء والمعراج إلى أم هانئ، أخبرها بتلك الليلة، فقالت له لا تقص هذه الحادثة لقريش. قال والله إني ذاهب وأقص عليهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقص ما حدث معه على أهل مكة. صدقه أبو بكر الصديق والمسلمون الذين يملكون الإيمان القوي، ومنهم أم هانئ رضي الله عنها. وقال له المطعم بن عدي إن دعوتك قبل هذا القول كانت مقبولة، ولكن بعد هذه الدعوة فأنت كاذب ولن يصدقك أحد، فإن أهل مكة يذهبون إلى بلاد الشام شهرا ذهابا وشهرا إيابا، وأنت تقول أنك زرته بليلة واحدة. فتهجم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه على المطعم بن عدي وقال له أتكذب ابن أخيك، أتكذب ابن أخيك وأنا أشهد بأنه صادق؟ فقال له أتصدقه؟ فقال أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء. رضي الله عنك وأرضاك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق. وهذه الكعبة المشرفة اللهم كما شرفتها وكما عظمتها زدها تشريفا وزدها تعظيما ومهابة يا الله.
البشرى أحبائي في الله أزفها إليكم بإذن الله تعالى. في حلقاتنا المقبلة بإذن الله سوف نشرع في سلسلة جديدة بعنوان كواكب بيت النبوة. كواكب بيت النبوة سوف نتحدث عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. هذا وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. صلوا على نبينا محمد نبي الرحمة عليه أفضل الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في ليلة تتزيا بالنور والإشراق جبريل جاء النبي يدعوه فوق البراق. هو النبي الأمين له الصعاب تهون، وقوله قول صدق وفعله مأمون. أجب نداء السماء يا سيد الأنبياء، أجب نداء السماء يا سيد الأنبياء. فوق البراق سريعا في رحلة الإسراء، وحين تم الوصول في القدس صلى الرسول، وكان خير رفيق للمصطفى جبريل. صلوا على المختار يحاط بالأنوار، عند الذين ارتجيه قد فاز بالأسرار. قد عاد يحمل فرضا 5 من الصلوات، ويملأ الأرض خيرا فيضا من البركات. وعاد فوق البراق من فوق 7 طباق، وعاد فوق البراق من فوق 7 طباق. يدعو لمن صدقوه بالفوز يوم التلاق. نلتقي بكم مجددا في حلقة مقبلة بإذن الله تعالى مع معلم ثاني من معالم مكة المكرمة، دائما مع سلسلتنا الحبيبة نمشي وراه كأننا نراه.